السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى من ربنا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور. النهاردة هنعمل مع بعض كوكتيل من الجيلي والكاستر. جيلي هنستعمل جيلي تفاح دريم، وهنستعمل كاستر سان جورج. دلوقتي حطينا كوباية من المية في كسرونة كده علشان نبدأ نغلي كوباية المية دي ونحضر فيها الجيلي. وهناخد الكاستر بتاعنا وهنحطه في كوباية علشان ندوب فيه شوية مية، ونحضر على النار حوالي نص لتر من اللبن. احنا خدنا هنا حوالي 4 معالق من الكاستر، وهنضيف لهم مية ندوبهم فيها في المية دي زي ما انتوا هتشوفوا كده. هندوبه كويس جدا، هندوبه كويس قوي قوي. بس انا طالبه منكم لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. هنبدأ كده ندوب، ومش هنسيب اي حاجه في الكوبايه من البودر. وفي نفس الوقت اول اللبن بتاعنا ما يبدأ في الغليان هنضيف الكاستر. انا عندي هنا 3 كوبايات من اللبن، هحط لهم مقدار الكاستر اللي دايب في المية كده، وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنضيف عليهم السكر على حسب رغبتك، عايزاه عادب ماشي، عايزاه مسكر براحتك، بس انا بحبه مظبوط. فانا دلوقتي هحط على كل كوباية من مقدار الكاستر حوالي معلقة من السكر، يعني هكتفي ب4 معالق من السكر بس علشان يطلع معايا عادب وما يكونش مسكر قوي. تمام. في نفس الوقت ده المية غليت هنا هي عندنا، وبدأ الكاستر في النضج، استوى الكاستر. وهنبدأ دلوقتي نحضر الجيلي. هندوب الجيلي طبعا في الكوباية بتاعة المية اللي احنا غليناها، وهنحضر كوباية مية متلجة هنضيفه عليها وهنقلبه. في الوقت ده ممكن تضيفي هنا سكر وممكن ما تضيفيش. انا ما اخترت ان انا ما احطش اي سكر. تمام، انا مش هحط على الجيلي هنا اي سكر، هكتفي بالسكر بتاع الجيلي نفسه. لكن انت لو عايزه الجيلي بتاعك مسكر، فانت في الوقت ده نفسه هتبداي ان انت تضيفي السكر بتاعك. انا ضفت هنا الميه الساقعه بتاعتنا او المثلجه، وهنبدا نقلب كويس جدا، وهنسيب الجيلي كده يرتاح مع نفسه شويه على ما نصب الكاستر في الكوبايات بتاعتنا. تمام، هناخد الكاستر بتاعنا ونحضر الكوبايات، وهنبدأ نحط فيها الكاستر ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هنسيب الكاستر طبعا في التلاجة شوية، او هنسيبه لحد ما يبرد. وبعد كده هنبدأ نضيف عليه الجيلي. بس انا فكرت ان انا اعمل حركة كده من الشكل الجمالي بالنسبة للكاسات اللي انا هقدمها والكوبايات الجميلة دي. وايه هي هتشوفوها دلوقتي. ميلت كده الكوبايات على الصينية بتاعتنا، وحطيت كده عليها مفرش من مفرش الصواني السخنة علشان ياخد شكل ميل. وبعد لما برد الكاستر صبيت الجيلي زي ما انتوا شايفين كده. والكوباية اللي في النص دي ما كنتش مميلاها، وكنت سايباها كده براحتها عشان تديني الشكل ده في التقديم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. انا كوكتيل ابتسام صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في اي حاجة تانية عايزين ان انا اقدمها لكم وافكار جديدة ما تنسوش تبعتوها لي في الكومنتات. باي.